دلوقتي معانا الكابتن احمد حموده، مدرب نادي المقاولين العرب. كابتن احمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن. عامل ايه يا فندم؟ كله تمام؟ والله بخير الحمد لله. كابتن احمد حضرتك مكتشف كابتن طاهر محمد طاهر، الكلام ده صحيح؟ والله هو طاهر قعد معايا بس كتير يعني هو تقريبا قعد معايا سنين واللي في المقاولين، يعني من تحت 13 يعني قعد معايا 4 سنين. هو ما قعدش كتير في الناشئين، هو قعد 5 سنين بس في الناشئين. كان قاعد معايا في مجموعه، ده طبعا غير البراعم والكلام دوت. 11 و12 و13 دول يعني كان في البراعم، بس انا في الناشئين كان معايا اكتر سنين كان معايا في الفريق. تمام يا فندم. حضرتك احنا عرفنا ان حضرتك بتوصيه من حضرتك هو طلع للفريق الاول سنه 2014 مع الكابتن محمد رضوان، صحيح الكلام؟ معلش يا فندم؟ كابتن تاني بتقول ايه؟ تصعيد محمد طاهر للفريق الاول كان بتوصيه من حضرتك. والله دي كانت يعني ده كان ليها الموضوع ده. يعني طاهر كان ماشي معايا كويس جدا، وبعدين انا كلمت الباشمهندس شريف حبيب، كان ساعتها رئيس النادي. تمام. فقلت له عندي لعيب ولد كويس جدا، هداف كبير، ممكن يقرر التجربه بتاعت محمد صلاح. فطبعا الباشمهندس شريف كان بيثق فيا جدا، فقال لي طيب انا هخلي كابتن محمد رضوان يجي ينزل يتفرج عليه ماتش في المكين. تمام. فنزل فعلا كابتن رضوان يتفرج عليه، يعني طاهر ساعتها ما كانش موفق في الماتش يعني. تمام يا فندم. تمام. لما رجعت ليه تاني قال لي الباشمهندس شريف قال لي يا حموده كابتن رضوان نزل، وقال لي الولد لسه صغير لسه بدري عليه يعني. فقلت له يا باشمهندس على ضمانتي انا، لو انت بتضمن كلام يعني الولد ده هيبقى حاجه كبيره جدا وهيبقى لعيب كويس جدا يعني، وانا زي ما بقول لحضرتك كده. تمام. فقال لي لا طب خلاص، طب انا هكلم محمد رضوان تاني. فكلم كابتن محمد رضوان تاني، فعلا طلعه يتمرن معاه في الفريق. تمام يا كابتن. تمام. حضرتك كنت تتمنى ان طاهر يحترف بره؟ هو طبعا يعني انا طبعا هو طبعا راح نادي كبير يعني. تمام. يعني النادي الاهلي طبعا نادي كبير جدا طبعا، تمام. من افضل الفرق في مصر وفي افريقيا. لكن طبعا انا كان وجهه نظري اللي هو يعني لو احترف بره كان يبقى افضل له هو كده يعني. تمام يا فندم. تمام. حضرتك شايف محمد طاهر هيكون اضافه للنادي الاهلي؟ محمد طاهر هيكون اضافه للنادي الاهلي؟ طبعا اضافه كبيره جدا طبعا. محمد طاهر يعني من المواهب القليله يعني. محمد طاهر موجود، بس محمد طاهر لعيب كبير، بس هنا في مشكله كبيره في حته البوزيشن اللي بيلعب فيه طاهر محمد طاهر. محمد طاهر ما بيلعبش. طاهر محمد طاهر من النوعيه اللي هي كتيره جدا في الثلث الاخير، في ثلث الملعب الاخير. تمام. محمد طاهر يعني من اللعيبه اللي انت يعني طاهر محمد طاهر عنده موهبه بيلعب جول. دي مشكله كبيره ان هو ما بيتلعبوش في المكان. طاهر محمد طاهر لو لعبه تحت الشهاده رقم 10 لا اما فيرود طريق. لكن انا بشوف ان طاهر بتقل منه القوه الهجوميه في حته اللي انا هلعبه فرد او هاف رايت او هاف ليفت او هاف رايت. يا اما 10 في الملعب يا اما سنتر فيرود. دي صدقني لو حد عملها، لان دي ثابت معايا في القطاع الناشئين كتير. تمام يا فندم. لما كان بيلعب اصلا بيلعب هاف رايت او هاف ليفت، وانا لما كنت بلعبه تحت رقم حرب او فيرود كان بيجيب لي في نفس اجوان يعني. هو الولد هايل على الجون. تمام. بيلعب برجليه شمال كويس، بيلعب باليمين كويس، بيلعب بدماغه كويس قوي. تمام. فانا شايف من الطبيعي ان انا ابعده عن الثلث الاخير واديله يتعرف طبعا ولا بس الله يقدر عشان يدافع. فهو فكره تقريبا الهجوميه عبد. تمام يا فندم. تمام. كابتن احمد حموده شرفتنا بمداخلتك، وان شاء الله هنشوف الايام هتثبت هل طاهر صفقه كويسه للنادي الاهلي ولا لا. شكرا جزيلا لحضرتك.